السلام عليكم يا شباب. ناس ياما بتكون عايزة تتعلم المونتاج ولكن مش عارفة تبدأ ازاي، بيكونوا محتارين يستخدموا برنامج ايه، بالذات ان البرامج دلوقتي كلها مدفوعة وده مش مناسب ليك كمبتدئ. ولكن انا النهارده هشرح لك واحد من اهم البرامج اللي موجودة وهو دافنشي. وانا النهارده هشرح لك ثلاث حاجات: اول حاجة وهي الواجهة، تاني حاجة وهي الايديت بيج، وتالت حاجة وهي الفيوجن. اول ما هتفتح البرنامج هتلاقي ظهر معاك الواجهة دي كده، تمام. هتيجي عند نيو بروجكت هنا، تروح مثلا عامل اي بروجكت، ممكن اي حاجه، تروح عامل كريت. اول حاجه معانا وهي الستورج او الميديا ستورج، دي اول صفحه خالص معانا. تلاقي يعني صفحه بسيطه كده، هتلاقي فيها مثلا ايه، تقدر تعمل منها الملفات، زي مثلا ايه، تسحب مثلا ملفات من الاف او الاي او النيو فوليوم دي. وعادة يعني صفحة ايه محدش بيستخدمها، او صفحة ملهاش لازمة. تمام. تاني صفحة معانا بقى وهي ايه، الصفحة دي مجرد ان انت مثلا تعمل بلاي باك فيها وتشوف مثلا صورة اكبر. اهم حاجة فيها هي الفول سكرين، بحيث ان انت ايه، تشوف الفيديو بتاعك باكبر صورة ليه او الصورة بقى العادية. تمام. تالت حاجة معانا بقى وهي ايه، الايديت بيج. بالنسبة للصفحة دي فهي يعني ايه، صفحات بيستخدمها الناس، الفيديو اديتورز التقال في الشركات الكبيرة، بحيث ان هي إيه، بتنظم عليها الفولدرز وهكذا بشكل اكبر. لكن في العادي ولكن في العادي هي صفحة يعني ملهاش لازمة، يعني مش هتستخدمهم خالص. تاني حاجة معانا بقى وهي الايديت بيج. تلاحظ هنا مثلا على الشمال هتلاقي ايه، ميديا بول. ده المكان اللي احنا بنجيب منه الفايلات. تمام. يعني طب تجيب ازاي الفايلات؟ تضغط على كنترول اي، بص كده هتلاقي ايه، الويندوز كله فتح عندك. حمل بقى اللي انت عايز تحمله من هنا. تمام. على يمينه بقى وهي صفحة الافكس، وده فيها فيديو ترانزيشن زي ديزولف وسموث كات، كل الترانزيشنز اللي موجودة هنا. في بعض منهم مدفوع، هتلاقي ظهر لك علامة دافينشي هنا، فهي ديت ما تستخدمهاش لو انت بتستخدم النسخة المجانية يعني. والاوديو ترانزيشنز، والتلاتة ترانزيشن بالتايتلز اللي بتبقى موجودة في البرنامج، جاية مع البرنامج ذات نفسه. وفي جنريتورز ديت، يعني بيستخدمها زي باك جراوندات وكده، وافكس، الافكتات. تلاقي مثلا الفينيت هنا، وهتلاقي الدروب شاد والحاجات دي بحالها. وبرضه في الاوبن اف اكس تلاقي برضه البلور والزوم والحاجات دي بحالها، فلترز واوديو افكت. تمام. تالت حاجة بقى وهي الاندكس، وانا صراحة ما بستخدمهاش وما اعرفش ايه هي. تمام. والساوند لايبراري ديت ملهاش لازمة برضه. تمام. طيب لو لاحظت هنا في الزرار ده، بص الزرار ده بيصغر التايم لاين اللي تحت ده ويكبر، يعني بص يعمل هنا ايه، خلاء اكبر. تمام. يجي بقى عند الحتة اليمين وهي الكويك اكسبورت. تمام. ده لو في هنا تايم لاين مثلا وانت عايز تعمل له اكسبورت سريع، تروح عامل له اكسبورت من هنا. تمام. والميكسر، وده بيظهر بالشكل هنا ده، هتلاقيه مثلا بس ما فيش هنا ساوند، فمش هتلاقي حاجة موجودة. تمام. والميتا داتا، وديت اعدادات الايه، البرنامج، الحاجة اللي انت حاططها على التايم لاين يعني. بص كده، دي الداتا بتاعته. وده الانسبكتور بقى، وده اهم حاجة اللي هو ايه، في الزوم. بص كده، كبر، صغر، جيبه شمال، جيبه يمين، روتيشن انجل، الانكر بوينت. دي مثلا بص كده، الانكر بوينت دي انت لو مش فاهمها فهي مثلا ايه، تخيل مثلا في نقطة مثلا في النص هنا. تمام. النقطة دي لو بمسافة الزيرو، زيرو، فبص روتيشن انجل هنا ايه، بتلف حوالين النقطة دي. تمام. طيب لو الانكر بوينت ديت مثلا جبناها ناحية الشمال كده شوية، بص كده الروتيشن انجل تلف حوالين النقطة، فده اللي بيحدد مسار النقطة. تمام. دي هتفهمها قدام أكتر يعني. تمام. ده البيتش بيعمل الشكل ده. ده ده اليو، طبعا ده الفليب بيعكسها الناحية التانية. وده الايه، الفليب التاني برضو ايه، من فوق لتحت ومن تحت لفوق. ده كروبنج، يعني مثلا ممكن تعمل النسخة ديت قطع، بص كده قطعناها احنا كده بالشكل ده. ودي كروب رايت، ودي بتجيبها من هنا، ودي من توب، ودي من فوق، ودي من تحت، وهكذا. ممكن تعمل مثلا سوفتنس، بص يعملها ازاي. ده تاني حاجة. تالت حاجة معانا بقى وهي ايه، الزوم، دايناميك زوم. ده بيعمل زوم ايه،
لوحده كده. بص كده. يعني زوم تلقائي كده لوحده. دي الكومبوزيت مود، ممكن نغير بقى منها مثلا، نعمل لها مثلا كلر، يغير يعني ايه اعدادات الحاجة. وسبيد تشينج وستابلايزيشن والحاجات دي بحالها ايه ما بستخدمهاش يعني أوي. تمام. طيب شكل التايم لاين اللي تحت دي الماوس اللي احنا بنستخدمه. تمام. ده التريم اديت مود والدايناميك اديت مود، ما لهمش لازمة، ما بنستخدمهمش، بيبقى الموضوع تلقائي أوي في البرنامج، بس اهو اللي هو الشكل اللي ظهر هنا ده. طيب عايزين نقطع بقى. بص في أداة القطع ديت اللي هي القط. نيجي مثلا نروح قاطعين هنا، نيجي مثلا ايه قاطعين هنا، قاطعين هنا. بس مش هنقعد بقى كل شوية يعني نسحب ونعمل وكده. بص في طريقة تانية أسهل للقطع، وهي مثلا هنيجي هنا، فاحنا عايزين مثلا نقطع لغاية الحتة دي، يعني من هنا لغاية هنا. هتروح عامل كنترول زي، كنترول بي أقصد. بص كده قطع. تمام. كنترول زي بقى بيرجع الحاجة القديمة اللي هي قبل ما نعمل الحركة. بص كده كنترول زي، ولا كأن حاجة حصلت. بص كده كنترول زي، رجع كامل تاني كده. دول 3 حاجات طبعًا، insert بديل وكده، بس ما بنستخدمهمش برضه. تمام. المغناطيس ده بقى، ده الsnapping، بمعنى بُص كده، قطعنا. بُص الsnapping، بُص في الشكل ده، شايف الشكل اللي بيظهر في المنطقة دي؟ يعني تحس كده إحساس اللي هو بيقول لك أقف، في هنا فيديو، في هنا footage ما تعملش عليها. فاهم الفكرة؟ ودي الlinked، دي بتعمل يعني الرابط ما بين الsound وما بين الصورة. لو في track sound هنا، فده بيبقى عامل ما بينهم. تمام. ده بيخلي التراكين مرتبطين ببعض. طيب عايز تفك الارتباط ده، بتروح عامل اللينك ده، تلاقيه فك معاك على طول. تمام. وده البوزيشن لوك، وده بيخليك ايه تقفل المكان بتاعه ما يتحركش، ولا تعرف تجيبه يمين ولا تعرف تجيبه شمال. وطبعا دي الماركرز. تمام. ودي بيكبر التايم لاين، وده بيصغره. هنا طبعا الميكسر اهو، ده بيعدل الصوت، بس احنا ما بنعدلش الصوت من عليه قوي، يعني ايه ندخل نعدل الصوت جوه في الفير لايت. تمام. طيب أهم الحاجات بقى هي اللي ممكن تحتاجها أنت أول ما تفتح التايم لاين وتيجي مثلا إيه تجهز البروجكت داتا بتاعتك. تيجي مثلا هنا عند البلاي باك، لو أنت جهازك ضعيف شوية، وتروح للريندر كاش وتخليها سمارت. تمام. ده يخلي إيه الحاجة دي معاك، هتلاقي إيه شكل أزرق هنا كده. يعني بص كده معايا مثلا، هنروح مثلا نجيب مثلا تكست ولا حاجة، نحطه مثلا على التايم لاين. تمام. بص الأحمر ده، الأحمر ده معناه إن هو لسه ما عملش ريندر. مشيه بقى كده، هتلاقيه بدأ يعمل الخط الأزرق ده. أول ما تلاقيه عمل الخط الأزرق ده، يبقى هو كده عمل الريندر، وتقدر إيه تمشي الفيديو بتاعك، بيبقى سلس معاك وبسيط. تمام. تاني حاجة برضو، وهي في البلاي باك، وهي إيه الفيوجن ميموري المانجر ريندر كاش، دي بتفتحها. دي بقى إيه الفايلات اللي عندك تمسح منها الداتا دي بحالها، أو الميجا دي بحالها. مثلا تكة هنا، وتروح عامل سيلكت كلير سيلكتد كاش، كده مسحت. بص رجع احمر تاني. يعني ما بتعملش حاجه، يعني ما بتمسحش حاجه، بس دي كاشات بتبقى موجوده بشكل مؤقت في البرنامج، بحيث ان هي تسهل عمليه الرندره يعني وكده. تمام. بص رجع رندر تاني اهو. تمام. طبعا النظام بتاع التايم لاين شغال بحاجه فوق حاجه، يعني التكست فوق الصوره هنا، فيظهر اخر حاجه التكست، وهكذا. تمام. طبعا هنا بقى الفيوجن كومبوزيشن دي اهم حاجه احنا بنستخدمها عامه. دي الفيوجن كومبوزيشن دي اللي بتاخدنا ليه لصفحة الفيوجن، بنعمل بقى عليها ايه شغل الجرافيكس بتاعنا. تمام. والادجستمنت كليب برضو بتتفتح في الفيوجن عادي، ممكن تستخدمها في التايم لاين برضو. يعني ممكن مثلا ايه نحطها هنا مثلا كده. شايفين الشكل ده دلوقتي عامل ازاي؟ ممكن مثلا نروح نجيب جلو. ثواني كده نكتب جلو. بص الجلو عامل ازاي، الشكل اتغير. حط بقى الحاجات فوق بعضها هنا في الادجستمنت كليب، وممكن مثلا تحرك. يعني مثلا تيجي هنا مثلا وتعمل روتيشن انكل. بص الصورة كاملة اتغيرت. طب لو مسحناها، ولا كأن كان في حاجة يعني. تمام. برضه حاجة مهمة هنا، وهي الإعدادات ديت. تمام. بص هنا اتك على الإعدادات دي. هنا لو عايز تشتغل على الريلز، تختار الاختيار ده. بص كده، كده بقينا مقاس الريل. لو مش عايز تشتغل ريلز، تقفل المقاس ده. تمام. طيب أهم حاجة برضه هنا هي التايم لاين فريم ريت.
اللي هو الفريم ريت بتاع التايم لاين ممكن مثلا تخليه 60. هو عشان دلوقتي انا حاطط حاجه على التايم لاين فمش هينفع نغيرها، بس يعني مثلا لما تيجي مثلا اول ما تفتح البرنامج خالص من غير ما تحط اي حاجه على التايم لاين، تيجي هنا الفريم ريت. انا بشتغل ب 30 طول الوقت، يعني بحب اشتغل بالفريم ريت بتاع 30. انت ممكن تخليه مثلا 60 لو انت جهازك قوي بتشتغل على حاجه محتاجه تفاصيل ياما. ممكن مثلا تسيب 24 برضه، انت حر. طب ايه اصلا الفريم ريت؟ عشان برضو الناس مش ممكن تكون مش فاهمه يعني ايه فريم ريت. اي فيديو موجود معانا هو عباره عن مجموعه صور بتتصور ورا بعضها. بمعنى الكاميرا لما بتيجي تلقط الفيديو هي بتلقطه على مجموعه صور ورا بعضها. طب الصور دي هي ايه؟ الفريم. ودي بنسميها الفريم ريت في الثانيه. بمعنى الثانيه ديت في 30 صوره بيجوا ورا بعض يعملوا لنا ايه؟ المشهد ده، فيبقى 30 فريم في الثانيه. طب 24 فريم في الثانيه معناه ان في 24 صوره ورا بعض جابوا في الثانية الواحدة، تمام. طب 60 فريم معناه إن 60 فريم ورا بعض أو 60 صورة ورا بعض في الثانية الواحدة. طيب كل ما زاد عدد الفريمات كل ما زادت التفاصيل في الموضوع أكبر، تفاصيل الحركة، تفاصيل الإيديت، تفاصيل الموشن ذات نفسها، تمام. ودي 60 فريم عادة بيستخدموها في الإيديتس بتاعت العربيات وكده بحيث إن هو يظهر التفاصيل بشكل كبير. لكن أي حد مثلا بيتكلم بودكاست أو ريل أو أي حاجة بنعملها بال30 يعني، تمام. بس كده نكون شرحنا أهم حاجات في الإيديت بيج. أتمنى أكون وصلت لكم المعلومات. تالت حاجة معانا وهي الفيوجن. تالت حاجة معانا بقى وهي إيه؟ الفيوجن، تمام. طب عشان نفتح الفيوجن بس كده أولا هنعمل إيه؟ أروح جايبين مثلا فيوجن كومبوزيشن ديت، هتجيبها من إفكتس، هتلاقي فيوجن كومبوزيشن، تمام. هتروح جاي على الفيوجن كومبوزيشن ديت وضاغط كليك يمين وتعمل أوبن إن فيوجن بيج، تمام تمام. فيوجن بقى شغالة ازاي؟ احنا مش شغالين بنظام اللايرز زي افتر افكت وكده، لا احنا شغالين بنظام تاني. شغالين بنظام الربط اللي هو النود بيز سيستم. يعني ايه؟ بنربط الحاجة ببعضها تطلع لنا النتيجة النهائية. طب يعني ايه برضو؟ خلينا ناخد مثال عملي. نروح جايبين مثلا الباك جراوند من هنا ديت، تمام. اولا بس كده سريعا برضو عشان تعرف تعمل الشكل ده، يعني تخلي النظام عندك بالشكل ده كده عشان هتلاقي شكله عندك مختلف. هتروح للي اوت بريسيتس والفيوجن بريسيتس وتخليها ميد فلو فيرتيكال، تمام. او ميد فلو بس خليها ميد فلو، تمام تمام ماشي. جبنا الباك جراوند، تمام. طب هنعمل ايه بقى؟ هنربط الباك جراوند بالميديا اوت. طيب ايه الميديا اوت دي المخرج النهائي اللي بيظهر على الشاشه بره، اللي هو بيظهر على صفحه الايديت. صفحه الايديت دي طبعا اخر حاجه ايه؟ احنا بنقفل على البروجكت كامل. يعني مثلا بص هنا، غير مثلا اللون بتاع الباك جراوند، مثلا اللون ده، بص كده معايا، كده بقى ظاهر على الليدد بيج، تمام. هنرجع تاني للفيوجن. طيب لو مثلا قفلنا دي، شوف هي لونها لسه زي ما هي، يعني لونها نفس اللون زي ما هو. تيجي نبص كده مش هتلاقي حاجة ظاهرة. ليه؟ لأن احنا مش رابطين بالميديا اوت، تمام. طب الميديا اوت هي بتبقى الميديا اوت مود واحدة موجودة وبنربط بيها. طيب ربطناها ازاي بالميديا اوت؟ أولا عشان تظهر، بص نروح جايبين المربع ده رابطينه بالأصفر ده كده يبقى يظهر لي، تمام. طيب النظام بيبقى ماشي ازاي او بيبقى عامل ازاي؟ تمام. صلى على النبي. في هنا كذا لون مثلث، يعني في مثلث ازرق، في مثلث، في مربع، وفي هنا مثلث اصفر، وفي هنا مربع. مالناش دعوه بالمربع ده عشان احنا مش هنحتاجه، تمام. خلينا في المثلث الاصفر. يلا نجيب الاول كده مرجايه، نربط مثلا المرج ده، بص كده. الاصفر ده هو خط الباك جراوند، تمام. يعني اي حاجه مربوطه بالاصفر هتبقى ايه؟ دي هتبقى فوق اللي وراها. بمعنى شايف الباك جراوند دي، نغير مثلا لونها نخليها مثلا الرمادي ده. اللي بعدها الميرج، اقرب واحده للميديا اوت ايه؟ الميرج. خلينا نجيب تكست، نربط مثلا التكست ده، قلت مثلا اي حاجه في الاسم، ثواني، عكس، بص كده، دي ظاهر فوق دي. تكست هي اللي ظاهره فوق الباك جراوند. ليه؟ لان هي مربوطه بالاصفر، تمام. طيب اهم حاجه بقى في الموضوع ده كله اللي هي المرجايه دي. احنا بنشتغل على الميرج دي كلها يعني، تمام. كل حاجه متعلقه بالميرج. تقول لي ازاي؟ اقول لك دلوقتي. شايف هنا في اصفر وفي اخضر وفي ازرق وفي المربع ده. المربع ده بيبقى متوصل باللي بعديه تكمله للخط الاصفر ده، تمام تمام. طيب الخط الاصفر ده معبر عن ايه؟ معبر عن الباك جراوند، تمام. لكن مش الباك جراوند اللي هي الباك جراوند النود، يعني اي حاجه وراها.
يعني انا مثلا هنا بص، ممكن مثلا اروح جايب تكست، واروح مثلا جايب التكست ده، واروح مثلا كاتب اسم برضو تاني. بص، هتحس ايه، وغير مثلا لونه مخلي احمر. ايوه، بص هتلاقيه مش ظاهر ليه؟ لان ده نفس الاعدادات ده، بس ده لونه مختلف، بس هما نفس المقاس، فهتلاقيه مش ظاهر. طيب لو جبناه مثلا وحركناه كده، كده بدأ يظهر ليه؟ لان ده ورا ده، فمغطي عليه. تمام، ده المبدأ بتاعنا. طيب ايه بقى الميرج؟ فاضل الخط الاخضر. الخط الاخضر ده بيتسمى الفور جراوند. تمام، يعني ايه الفور جراوند؟ يعني الحاجه اللي موجوده في الجراوند، في السبيس بتاع الميرج دي تحديدا. تمام، يعني احنا مثلا لو ربطنا التكست ده، الاخضر، ثواني، الازرق مثلا، تلاقيه مش ظاهر ليه؟ لان النوت ديت بتاعت ايه؟ الماسك افكت، نعمل عليها ماسكات بس. بمعنى بص، انا عندي ربط تاني، التكست بالاخضر، يبقى احنا لو عايزين نبين اي حاجه في الفضاء بتاع الميرج بحيث ان احنا نتحكم فيه، يبقى بنربط بالاخضر. اي ميرج يبقى لازم نربط بالاخضر. تمام تمام. طيب ايه الماسك افكت ده؟ اللي هو الماسك. تمام، بص مثلا نجيب ريكتانجل ديت، هروح رابطينها بالازرق. تمام، بص كده، ونروح مثلا جايين عاملين ايه، بص كده الشكل بقى اختلف ازاي؟ ليه؟ لان انا عملت ماسك، فبقى ظاهر لي بس الحته دي. تمام، نقدر نعمل كذا ماسك طبعا فوق بعض. تمام، اهم حاجه تركز فيها هو انت هتربط الاخضر في ايه، الاصفر في ايه، والازرق في ايه. طيب هل احنا بنحط تكست وبس كده؟ لا، احنا يعني بنعمل كذا حاجه جوا بعض. يعني مثلا ممكن انا اجيب التكست ده، انا بس نمسح الماسك، ونربط في نفس الميرج تكست تاني. بمعنى هنروح جايبين تكست من فوق من هنا، ونيجي عاملين ايه، نروح رابطين جايين المربع ده، عاملينه بالمربع ده. بص عمل لي ميرج تانية يعني. تمام، بس الميرج دي ميرج جديدة، يعني الميرج دي تبع دي. يعني بص هنا، اكتب مثلا اسم تاني، نجيب مثلا الميرج دي كده. تمام، بص هنا لو جيت عند الميرج ديت انا وقللت السايز بتاعها، هي اثرت على الاتنين. لو جيت مثلا عملت البليند صغرتها، هي اثرت على الاتنين. لكن الميرج دي بقى تحديدا اللي هي بتاعت الجديد، لان دي شوف نفس المبدأ اهو. تمام، تعالى بقى عند الميرج ديت واعمل البليند، قللها، تلاقي محمد بس اللي اختفى. طب ليه محمد بس اللي اختفى مع ان هنا اختفى الاتنين او صفر الاتنين؟ لان دي مربوطه بالاصفر، فهو ما يقدرش ياثر عليه. دي الباك جراوند، هو ما ياثرش على الباك جراوند، هو ياثر على الفور جراوند بس. الانرجي دي خاصه بالتكست دي، مربوطه بالاخضر ده، هي بقى ياثر على ايه؟ على الفور جراوند ده. تمام. طيب نفس الموضوع مع الماسكينج برضه، وما يقدرش ياثر على اللي قبليه. اهو بص، ماسكينج اهو، مفيش حاجه، ما اثرش على حازم. لكن لو علينا بليند وجبنا محمد، بص هو اثر على محمد. يبقى هنا الموضوع ايه؟ موضوع بسيط خالص. في سهم اصفر، وسهم اخضر، وسهم ازرق. السهم الازرق ده بنستخدمه لما بنيجي نعمل ماسكينج، سواء بقى ماسكينج بالبوليجون، ماسكينج بالإليبس، ماسكينج بأي حاجة. تمام، والاصفر ده الحاجة اللي قبل الميرج ذات نفسها، ودي انت بتكون خلصتها او كده. والاخضر بقى اللي مرتبط وتقدر تعمل اي حاجة. طيب ايه الحاجات هي بقى اللي ما بتتبعش قاعدة الميرج؟ اي اوبجكت اولا هتربطه مع الباك جراوند هيطلع لك ميرج، يعني لازم أن يبقى فيه ميديا ان مثلا، وميرج، وباك جراوند. تمام، طب ناخد مثال عملي. تمام، نروح نجيب اللوجو بتاع دافينشي. ده اولا، ده ده اللوجو بتاع دافينشي. تمام، هو عامة بيبقى متسجل اسمه ميديا ان. تمام، يعني تلاقيه دايما موجود باسم ميديا ان. تمام، يجي مثلا نروح رابطينه بالباك جراوند. بص، ما اقدرش احطه ما اقدرش اعمل النوت بتاعه الميديا ان احطها على الاصفر ده كده على طول، ما ينفعش خالص. تمام، ليه؟ لان ده مش افكت. طب ايه هو الافكت، او ازاي اقدر اخلي الافكتات بس هي اللي تاثر؟ نيجي مثلا عند الباك جراوند، نضيف مثلا ايه، البلور من هنا.
علي مثلا البلور. طبعا مش واضح عشان البلور يعني. هنا مثلا نجيب الكلور. تمام، عشان نفتح بقى القايمة دي قايمة الإفكتات وكل حاجة وموجودة. تمام، قايمة أسهل من إن إحنا نروح للإفكتس اللي فوق دي. تمام، طب نكتب إيه؟ اكتب بقى الحاجة اللي أنت عايزها. نكتب مثلا جلو. بص هنا، أنا هنا مش محتاج إن أنا يبقى فيه ميرج. ليه؟ لأن ده إفكت. يعني الإفكتات ملهاش علاقة بالميرجات خالص، ما يعني ما بيجيش معاهم ميرج. تمام، أنا أمسح كده. تمام، ادي ظهر معانا الميديا ان مربوط بالميرج باك جراوند. دايما اربط باك جراوند. يعني مثلا احنا ممكن ايه، حتى احنا ممكن ايه، يعني ممكن نربط كذا باك جراوند. اهم حاجه ان انت اول ما تدخل تحط الميديا الباك جراوند اللي انت عايزه. لو عايزها بقى شفافه خالص بحيث ان هي تظهر افكت بس على على اللي موجود بره في في الايديت. انا بس ساحبين دي كده 1000. بص كده، نروح جايبين الميديا اوت ديت، ونروح جايبين الدافينشي لوجو وحاطينه وراه. بص كده بقى كأنه شفاف بالظبط، كأنه يعني كأنه زي الادجستمنت كليب. تمام، خلينا نرجع للفيوجن تاني. عموما صفحة الفيوجن اهي تاني. تمام، يعني الصفحة اللي تحت دي. بس أهم حاجة ايه عشان دي تبقى أسهل وكده. تمام، طيب. طب ايه الحاجة التانية برضو اللي احنا عايزين نعملها؟ ثواني نرجع بس الباك جراوند. ايه الحاجة برضو اللي احنا عايزين نفهمها؟ هو الميرج دي مثلا، يعني احنا مثلا ايه، الميرج دي تقدر تتحكم في الحجم، المكان اللي احنا ممكن نجيبها شمال ويمين وهكذا. انت فاهم الفكرة؟ ودي نهاية الفيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم إن شاء الله. احنا بس ما شرحناش حاجة، احنا شرحنا بس الأساسيات أو المبدأ اللي بيشتغل عليه دافنشي بس. ما شرحناش أي تكنيكال، ما ثبتناش الفكرة في دماغكم. لكن إن شاء الله الفيديو الجاي هشرح فيه بقى إيه الباك جراوند نود بتعمل إيه، والتكست نود، وهنشرح الميرج والترانسفورم وبعض التريكات اللي هتقابلك وهتعاني منها. زي إن أنت مثلا بتحط الأوبجكت تلاقيه مقصوص مع إنك مقصتهوش ولا عملت له أي حاجة. فدي حاجات هتقابلك في دافنشي في المستقبل. ان شاء الله احنا هنديها لك واديك الحل بتاعها. الفيديو الجاي هيبقى اطول فيديو في سلسله الاساسيات. ممكن يبقى فيديو ساعه مثلا ولا حاجه، اللي احنا هنشرح فيه باستفاضه خالص. باك جراوند بقى باعداداتها، والتكست باعداداتها، والميرج باعداداتها، والترانسفورم باعداداتها. ونشرح برضو ايه ونثبت الافكار وهكذا. تمام، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو في اي سؤال عايز تساله اسالني في الكومنتات. بس كده، سلام عليكم.